الاهلي وامام عاشور وكولر، يعني كولر حرفيا وجد ضلته على امام عاشور. يعني امام عاشور من اول ما جه حرفيا كولر وجد ضلته في امام عاشور، لان بكل بساطه امام عاشور كان لعيب بيعرف يهاجم، بيعرف يقدم ادوار تكتيكيه مركبه، بيعرف يعملها. كان كولر فعلا محتاج لعيب زي ده، وخصوصا ان الاهلي من زمان، من زمان او من ساعه ما جه كولر، يعني من ساعة ما جه كولر، يعني إن مفيش غير مروان عطية وأليو ديانج وحمدي فتحي. مفيش باللعيب نوعية إمام عاشور موجود في الأهلي عموما أو في مصر كلها. يعني لو هنيجي نتكلم، قبل ما نتكلم هو هيقدم إيه للأهلي أو كولر هيستفاد منه إزاي، لو وصلك الفيديو متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتظبطنا كده. إمام عاشور والأهلي وحمدي فتحي ورحيله، يعني من ساعة ما حمدي فتحي مشى من الأهلي كان الموضوع عامل لينا كأهلاوية يعني قلق شوية، مين اللي هيعوض مكانه ومين اللي هيقدر يلعب مكانه. فحمدي فتحي من ساعة ما جه الأهلي وهو تحسه كده لعيب ألماني، يعني لعيب من النوعية بتاعت لعيبة ألمانيا، ما بيهزرش، بينزل الملعب عارف هو عايز ايه، هيأدي أدواره، شغل أخده شغل كورة دايما، مكشر، بيلعب جد، عنده غيرة مش موجود عند أي حد. الكواليتي بتاعته مش أعلى حاجة خصوصا في الناحية الهجومية، ولكن بيقدر يقدم اللي مطلوب منه، وده شفناه كتير قوي في أفريقيا أو في الدوري إن هو بيجيب جوان كتير جدا جدا جدا. ولما مشى بصراحة كان واحد خايف ان ازاي حمدي فتحي هيتعوضه ازاي، وان هو لعيب ما يتعوضش. وده خصوصا في الاهلي لانه كان عنده غيرة ولعيب فعلا، لعيب جامد، لعيب جامد جدا ويقدر يفيد الاهلي في اي حاجة. وده اللي بان يعني في اخر السنين هو كان موجود، ودايما كان موجود اساسي اذا كان في الاهلي او منتخب مصر. من ساعة ما جه امام عاشور وكولر كان فعلا كان محتاج واحد زي امام عاشور في الاهلي، لان من ساعة ما عمرو السولية اتصاب مع موسيماني اخر فتراته دايما عمرو السولية في اصابات، وبرضه عامل السن كبر ما بقاش برضه يأدي زي ما كان بيأدي قبل كده. امام عاشور دلوقتي مع كولر الادوار الهجوميه ان هو اصلا بيتميز فيها، اذا كانت تكمله على الجون او الشوتنج من بره او حاجات كتير، مثلا زي ان هو بيعرف يراوغ ويعرف يلم اي حد ويعرف يعدي اي حد ويكلفته في 2 سنتي ويعدي، غير السرعه، غير قراراته المناسبه، وغير موضوع الشوط ده قرار جريء جدا وهو بيعرف يعمله. فده مدي الكولر يعني تنوع ان هو يقدر يلعب بيه، وان هو اصلا كان عنده ما عندوش الفكره في ان هو يلعب بصانع العاب موجود في نص الملعب، كان دايما بيعتمد على اللعب على الاطراف. دلوقتي بقى عنده اوبشن زياده، وده اللي شفناه كتير قوي، وكمان بيعرف يعمل الضغط العالي بطريقه كويسه جدا، لان هو اصلا كان هاف، يعني كان بيلعب هاف في فترات كتير من حياته، فهو بيعرف يعمل الضغط العالي من قدام. وده شفناه كتير قوي في ماتش المصري، كان فيه لقطات كتير قوي ان هو بيعمل ضغط عالي على نص الملعب من اللعيبه، وكانوا بيقطعوا الكوره ويستخلصوها هو، او كان بيرستاو او كان غيره، وكانوا بيوصلوا للجول. فحمدي فتحي اللي هيقدمه الاهلي هو كتير كتير، وخصوصا مع كولر، لان كولر كان محتاج واحد زيه بيقدر يقدم الدور ده. يعني بيقدر يقدم الدور اللي قدام، بيقدر يبدع، عنده ابداع، عنده ان هو يقدر يخلص مواقف كتير جدا بمهارته الفرديه. فكان مهارته الفرديه في الوقت ده حرفيا كان الاهلي محتاجها، لان كان الاهلي ما عندوش تنوع في نص الملعب، كان كل نص الملعب تقريبا يغلب عليه الجانب الدفاعي، اذا كان حمدي او مروان عطيه او اليو ديانج، كل ادوارهم غالبا يغلب عليهم الجانب الدفاعي. ما عندهمش الابداع، ما عندهمش اللي هو يعمل اسيستات زي ما عمل لحسين الشحات، ما عندهمش اللي يعمل كرة طويلة كويسة جدا مظبوطة جدا. يعني حرفيا كواليتي لعيب امام عاشور من احسن لعيبه في مصر في المكان ده، اذا ما كانش احسن لعيب يعني في مصر في مكانه حرفيا. فلما نيجي نتكلم على الاهلي هيستفاد، لا الاهلي استفاد وصفقه مهمه جدا، وده اللي باين بين الماتشات. يعني تسلسل الماتشات ما كانش احسن حاجه اول ماتش في كاس السوبر، بس بعد كده بدا واحده واحده ايه، يخش مع اللعيبه ويخش الجيم ويبين الكواليتي بتاعته، ولسه هيبان اكتر واكتر في الماتشات اللي جايه. وخصوصا ان كولر يعني هيطلع عنده اللي هو عايزه، يعني هيطلع من عنده اللي هو عايزه، وهو كان محتاج حد بالكواليتي ده عشان يقدر يتعامل على حاجات معينة زي صناعة اللعب. وده بان كتير ان هو بدأ يعني يستغنى عن قفشة في فترات كتيرة جدا، ان هو كان بعد حمدي فتحي مشى كان بيحاول يدخل قفشة، بقى بيستغنى عن قفشة وبقى بيلعب بثلاثة في نص الملعب. ومحدش يقول لي امام عاشور ما بيعرفش يدافع، لا امام عاشور بيعرف يدافع جدا يعني بيعرف يدافع مش زي حمدي فتحي، بس هو بيعرف يدافع، بيعرف يدافع وبيعرف يهاجم، بس الهجوم عنده احسن شوية، بس ده ما يمنعش ان هو بيعرف يدافع. وشفناه كان بيلعب باك رايت مع منتخب مصر، والدور الدفاعي كان عنده ما كانش فيه اي مشكله خالص يعني. فده برضو من الحاجات الايجابيات الكتير قوي اللي عند امام عاشور. كل الحاجه اللي بس الواحد خايف عليها بعد كده دماغه هتوديه لفين، لان الاهلي غير اي حاجه تانية، يعني دماغه هتوديه فين، لازم الالتزام يفضل على طول فيه التزام. هو ده بس الواحد متخوف منه. ولكن مع الاهلي امام عاشور، رضا سليم برضو مش طبيعي، رضا سليم مقدم اداء
يعني لعيب جامد جدا جدا، غير ان هو سريع جدا، بس ناقص بس الفينش عنده يبقى زي الفل عشان ساعات بيضيع فرص غريبة. بيرسي تاو متألق، حسين الشحات. الأهلي حرفيا دلوقتي في أحسن فترة من فترات بقاله فترة كبيرة. يعني الأهلي دلوقتي زي بتاع زمان، اللي هو أول ربع ساعة لا بيخلص الماتش والدنيا جميلة، أيام مانويل الجوزيه كده. فنتمنى يعني الأهلي يعمل حاجة في كأس العالم كويسة بالسكواد اللي عنده، اللي مش موجود في مصر في غيره أو في أفريقيا عموما. ورب الأهلي يلعب اتحاد جدة عشان هنشوفه ماتش حلو جدا يعني. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وسبسكرايب. السلام عليكم.